ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات شرحنا ايه هي الخواص اللي موجوده في لعبه فانتازي. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح المصطلحات والاختصارات اللي موجوده عشان تسهل عليك اللعبه لو انت كنت لسه جديد في اللعبه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده صلي على النبي وتعالى نشوف ايه هي المصطلحات اللي موجوده في اللعبه. اول مصطلح معانا في اللعبه هو الجيم ويك اللي بنعمل له اختصار جي دبليو، وده معناه الاسبوع. الجيم ويك يعني الجوله او الاسبوع اللي احنا هنلعبه. يعني جي دبليو 1 ده معناه الاسبوع الاول او الجيم ويك الاولاني، جي دبليو 2 ده الثاني لحد ال 38. تمام. تاني حاجه في المصطلحات اللي بتلخبط ناس كتيره جدا هي البلانك. البلانك دي مصطلح بنستخدمه في الفانتازي لحاجتين. اول حاجه لما نيجي نقول لاعب طلع بلانك، معنى كده ان اللاعب ده ما عملش اي نقط في الاسبوع ده او في الجوله دي، او يكون اخد نقطه او نقطتين اللي هما نقط المشاركه بس مش اكتر. تمام. فده معنى كلمه لاعب طلع بلانك. لكن لو قلنا على الجيم ويك او على الاسبوع او على الجوله ان هي بلانك، فده معناه ان اكتر من فريق خلال الاسبوع ده ما عندهمش ماتشات وماتشاتهم مؤجله، فهيبقوا بلانك خلال الاسبوع ده. فمعناها ان لاعبتهم مش هياخدوا نقط، والاسبوع ده بالنسبه لنا هيبقى بلانك. وطبعا بما ان الاسبوع بلانك فمعناها ان في ماتشات هتتاجل فهتروح لاسبوع تاني. ومن هنا بقى هيجي مصطلح جديد اسمه مصطلح الدبل. الدبل ده لما بنقول على الجيم ويك او بنقول على الاسبوع ده ان هو دبل، ده معناه ان الفرق اللي عندها ماتشات متاجله من الاول هتتلعب خلال الاسبوع ده. يعني في فرق هيبقى عندها ماتشين خلال الاسبوع، فده بالنسبه لنا هيبقى ويك دبل. دبل ليه؟ لان النقط بتاعه اللعيبه بتاعه الماتشين دول هيتحسبوا خلال الاسبوع ده. يعني انت مثلا عندك صلاح لعب ماتشين خلال الاسبوع ده، فالنقط بتاعته من الماتش ده والماتش ده الاثنين هيتحسبوا مع بعض. فبالنسبه لنا ده بيبقى اسبوع مهم وبيبقى اسمه اسبوع دبل. نيجي بقى للاختصارات. اول اختصار معانا وهو اختصار الدبليو سي. الدبليو سي مش معناه حمام ولا حاجه، الدبليو سي معناها الوايلد كارد. تاني اختصار معانا البي بي. البي بي يعني البنش بوست. تالت اختصار معانا وهو الاف اتش. الاف اتش معناها الفري هيت. اخر مصطلح معانا وبنستخدمه كتير اللي هو التي سي، وده معناه التريبل كابتن. دي مصطلحات او دي اختصارات للخواص اللي موجوده في اللعبه. وبكده كنت شرحت لك الاختصارات والمصطلحات اللي موجوده في الفانتازي. اكتب لي في الكومنتات بقى عايزني اشرح لك ايه كمان، واستنى الفيديو الجاي من الفانتازي هيعجبك اكيد. سلام.